بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ما كنتش تقف جنب غزة عشان خاطر الدين أو عشان خاطر العروبة أو الجيرة أو الإنسانية، فاقف جنب غزة لأن أنت هيجي عليك الدور. اوعى تفتكر اللي بتعمله حكوماتنا فينا ده نهاية المطاف، لا، ده اللي جاي أسوأ، لأن هما من أزمة لأزمة. السيسي من أزمة لأزمة وهيدوس عليك أكتر. بس خد بالك، اللي بيعمله السيسي ده دلوقتي فينا أرحم بكتير من اللي هيعمله الكيان فينا لو اتكلينا عن إخواتنا في غزة. الدين والعروبة والأخوة والجيرة ده بياكل مع ناس، في ناس بتتفهم الكلام ده، لكن في ناس ما بتتفهمش الكلام ده. الناس ديت لازم تقول لها ان انت هيجي عليك الدور. اللي بيعمله السيسي فينا دلوقتي هيعتبر رفاهية لو الكيان دخل، وهيدخل لو السيسي فضل موجود. لو السيسي النهارده بيدي لك فرصة علشان تخلي بيتك وعشان تمشي، عشان هيهد بيتك وهيبني مكانه مدينة الإيجيبتوية، وبيديك فرصة شهر ولا اتنين ولا حتى يوم ولا اتنين، لو الكيان جه هيقصفك انت وعيلتك واهلك جوه العمارة اللي انت فيها او جوه بيتك. اذا كان النهارده السيسي بيرمي لك فوتات الفوتات عشان يدوبك تعرف تاكل، ده ان عرفت، فبكره الكيان لما هيدخل مصر او هيدخل دولنا هيحطك في كانتونات، هيحطك في إفراز زي ما بيحط أهلنا في غزة، وهتروح عشان تجيب الأكل والشرب هيقتلك. زي بنشوف أطفالنا أهلنا في غزة بيموتوا واللقمة في بقهم. النهاردة السيسي لا مؤاخذة يعني متزعلوش مني بيتموحن في الكلام ويقول انتوا نور عينيا ومش نور عينيا، مع انه هو وسخ وبيقتل في شعبه، بس قدام الإعلام بيقول كده. بكرة هيجي لنا واحد زي بن غفير وسموتريش يقول ان احنا حيوانات ما نستحقش اصلا ان احنا نعيش. اوعى تقول وانا مالي وتمشي جنب الحيطة، الحيطة اتهدت خلاص فوق دماغك. ولو سبت الكيان يعمل اللي بيعمله في أهلنا في غزة هيجولنا في مصر والأردن والسعودية، وهم بيقولوا كده، هم ما بيخبوش أصلا. لازم تعرف إن أنت في سجن اسمه مصر، في سجن اسمه السعودية، في سجن اسمه الأردن، وحكومتك هي اللي سجناك. عشان أنا أطلع على سينا دلوقتي وأدخل غزة جيش هيقتلني، جيش هيصفيني، والتصفيات زي ما بنشوفها في الشوارع دلوقتي. لو في حراك شعبي حقيقي في مصر وفي خطر على السيسي، الحرب هتقف في غزة. والفيديو ده بيني وما بينكم، لو عشت إن شاء الله هفكركم، ولو مت ترحموا عليا. أنا لا عايز سلطة ولا عايز حاجة، أنتوا أصلا ما تعرفونيش، ولو ماشي جنبك في الشارع مش هتعرفني أصلا. أنا اللي بعمله بيني وبين ربنا. ويا رب الفيديو ده فعلا يأثر فينا، لأنه في حل بسيط ممكن نقدر نعمله إن شاء الله، وهي إن إحنا نحرم الأنظمة دي من شريان الحياة بتاعها، وهو الدعم المالي. الحكومة سرقاك ونهبك وبتقتلك وبتسجنك، ما بتاخدش حق منها، خلاص يبقى تحرمها من أهم حاجة. مش السيسي كان بيطلع ويقول الفلوس أهم حاجة عندي، الفلوس، شحات وسخ جعان، خلاص احرمهم من الفلوس. اللي يقدر ما يدفعش فاتورة الكهرباء ما يدفعهاش، اللي يقدر ما يدفعش فاتورة مية ما يدفعهاش، اللي يقدر يزوغ من مترو يزوغ، بس أهم حاجة ما تتقفش. اللي يقدر ياخد حقه بإيده ياخده، مصفرين دمنا، فواتير كهرباء على فواتير مية على فواتير غاز. اوعوا تتخلوا عن أهلنا في غزة، اوعوا تتخلى عن أهلك في غزة، هم الخط الدفاع الأول ليك. اللي يعرف ياخد توصيلة كهرباء من اسم شرطة ياخد، اسم شرطة، وزارة، مجلس محلي، رجل أعمال بيساند السيسي وما أكثرهم عشان طلعت مصطفى. اللي يعرف ياخد حاجة من الحكومة ياخدها، بس بالعقل وبالتخطيط. يقول لك هعمل كده ازاي؟ ادرس، خد دورة كهرباء اونلاين طبعا، اتعب شوية، ادرس، اشتغل، ما تسيبش حقك. اتعامل بالقطارة مع المصالح الحكومية، في ورق مش مهم ما تعملوش، بنوك حكومية ما تشتغلش معاها، شركات حكومية ما تشتغلش معاها، ما تنفعهاش، اضغط عليهم وانت برضو في الامان. لا تعرض نفسك لاعتقال ولا تعرض نفسك لأذية. فيهم الفلوس اللي بياخدوها مننا ويروحوا يجيبوا سلاح عشان يقتلونا ويحاصروا اهلنا في غزة. كل واحد فينا لازم يشتغل، كل واحد فينا لازم يعمل حاجة. قاطع المؤسسات الحكومية والمصالح الحكومية على قد ما تقدر. المعركة بقت معركة وجودية. طبعا الجيش مش فاهم والشرطة مش فاهم، فرحانين بشوية فلوس وحوافز، ولما المايه تتقطع هتتقطع على الجيش والشرطة والشعب. لما الكنا هيدخل مش هيلاقي جيش يحارب، كله هيهرب، القضاء هتهرب وهتسيبنا، وهيتعمل فينا زي ما بيتعمل دلوقتي حالا في غزة. خلي بالكم الأيام دول كما تدين وتدان، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. اوعى تفتكر انت بعيد عن الخطر. اللي خلى الاوروبي والامريكي يحس بالخطر، الاوروبي والامريكي قال لك الناس دي لو حكمت هتبهدلنا، شافوا اللي بيحصل في غزة وقال لك بشر بالطريقة دي وبالاسلوب دوت وبالعقلية دي ما ينفعش اصلا يحكمونا، فعشان كده صاروا عليهم. ايا كان دوافع الراجل الاوروبي او الامريكي اللي بيطلع في مظاهرات عشان الحقوق، ايا كانت الحقوق تتفق معك او تختلف معاك، مش النقطة اللي انا بتكلم فيها.
في حروب كتيره تختلف مع ديننا وقيمنا، بس هو بيقول ادم النهارده هو جه على فئه معينه من الشعب، وبكره هيجي عليا، بكره هيعاديني، بكره هيعمل نفس اللي بيتعمل فيهم ده يتعمل فيا انا. وده اللي انا كنت دايما بقوله لاخواتنا المسيحيين في مصر خصوصا: اوعى تفرح بالسيسي، لان اللي بيعمله في المسلمين هيتعمل فيك. تخيل واحد بيعمل في شعبه واهله كده، هيعمل فيك انت ايه؟ فالاوروبي بيدافع عن غزه، فهم الموضوع، فهم ان الناس دي بتعمل كده في بني ادمين ايا كان ملتهم وجنسهم، هيتعمل فينا في يوم من الايام الكلام ده. وانا بقول لكم وبقول لنفسي: لو سيبنا اهلنا في غزه هيتعمل فينا اللي بيحصل لهم يمكن اسوأ، لان العدو اللي قدامك ما بيرحمش، والعدو الاول ليك هو نظامك، هو النظام المصري، النظام الأردني، النظام السعودي، النظام الإماراتي. وإذا حست أمريكا أو إسرائيل بسقوط السيسي في مصر، الضرب على أهلنا في غزة والقتل هيقف، هيخافوا، يقول لك العملاء بتوعنا هيسقطوا، وقف البلطجية اللي واقفين على الحدود هيموتوا، هيقعوا، مش هيمنع حاجة، الشعب هيدخل علينا، الشعوب هتدخل علينا هتاكلنا. لكن هو دلوقتي مطمن، في شوية بلطجية موجودين على الحدود حامين الحدود، مش شعب. عشان اوصل لاهلي في غزه انا مش عارف، هموت، هتطخ، هتضرب بالنار، جيشي هو اللي هيقتلني، جيشي هو اللي هيمنعني، شرطتي هي اللي هتسجني. فلو حس ان عملائهم في خطر هيوقفوا. انا ما بقولش انزل وتظاهر بدون خطه ولا ارمي نفسك في التهلكه، انا بقول لك قاطع المؤسسات والحكومات، امنع عنهم الفلوس اللي بياخدوها بتترد فينا احنا رصاص، ترتد عزله وجوع على اهلنا في غزه. اي نظام لا يدعم اهلنا في غزه قاطع المصالح الحكوميه بتاعته، خصوصا مصر، الأردن، السعودية، الإمارات. الناس اللي عندها حرية شوية في بلادها زي ليبيا، الغرب الليبي أقصد، أو سوريا، انزلوا اضغطوا على حكوماتكم. العراق انزلوا اضغطوا على حكوماتكم. تركيا اضغطوا على حكوماتكم. تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، دول العالم كلها، انزل واضغط على حكوماتك، خليهم يوقفوا تجويع والقتل والتشريد لكل احرار العالم، لكل دول العالم. انزلوا اضغطوا على حكوماتكم، وقفوا العلاقات مع امريكا. توظف ترامب ده عيل وسخ، واد شمام واغتصب نساء، بتاع كاس، بتاع خمره، البنات القصر بيغتصبهم. ده اللي بيحكم العالم، ده اللي راعب مصر ودول الخليج. سموتريش وبن غفير دول قد كده، قد كده اهو، لو سفخته كفه هيقع. بيتحكم فينا احنا، عيل وسخ قد كده سموتريش. بن غفير اوسخ منه، لو سفخته قلم هتجيبه الارض. عيال خضوقات ما لهمش 30 لازمه، زي السيسي بالظبط، عيل خضوق مقطر. رب الفيديو ده يوصل لكل حته في العالم. انا فيديوهاتي ليكم، انا لا حاسب حد على حقوق نشر ولا اي حاجه، خدوها اعملوا بيها اللي انتوا عايزينه، دي لله سبحانه وتعالى. يا احرار العالم انزلوا الشوارع واضغطوا على حكوماتكم. اللي عنده حريات، اللي ما عندوش حريات قاطع حكومات، امنعها من الدخل والفلوس اللي بياخدوها منك. خد حقك من الدوله وما تدهمش فلوس. الجرائم اللي بتحصل في غزه ممكن تحصل في اي حته في العالم، وحصلت قبل كده. ضربوا اليابان هيروشيما وناكازاكي، افغانستان 20 سنه، فيتنام 19 سنه. الناس دي ما ينفعش تحكم العالم، الناس دي مجرمه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ومكمل معاكم مع حضراتكم باذن الله. خلوا بالكم من بعض ونشوف بعضينا الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.